اللي رحب فيه كابتن. اتضح انه في كثير كانت من الاصوات تقول ان الهلال مستواه امام الشباب كان لسوء الشباب، قد تكون هذه الحاله صحيحه، لكن اليوم التطور على مستوى الرايد، بس لو نلف كابتن، التطور على مستوى مباراه الرايد من حيث المستوى من حيث النتيجه، اطمئنان، رساله اطمئنان للجمهور الهلالي قبيل هذه المباراه. في البداية أحب أوجه كلمة للي يقول إنه الهلال أمام الشباب إنه كسب لأنه لسوء الشباب، إنه هذا فقير فنيا ولا يفهم في كرة القدم. حتى لو كان الشباب في قمة مستواه ما أعتقد إنه كان حيكسب الهلال، والهلال كان تنظيمه في جميع الخطوط ممتاز جدا إلى حد كبير وبشهادة مدربهم. ولكن احنا تعبنا يمكن من بعض اللي عنده يملكون الفقر الفني ويأولون فوز انتصارات فريق على آخر بضعف المستوى الفريق الآخر. بالنسبة لمباراة اليوم، الهلال أثبت الحمد لله رب العالمين تطور مستوى من مباراة إلى أخرى مع فارق الإمكانيات بين الرائد والشباب، واحترامي للفريقين. ولكن مباراة اليوم كانت بالنسبة لنا صعبة، لأنه فريق دائما يعني أنت تخرج من فوز في مباراة ديربي إلى مباراة مع فريق تملك أنت إمكانيات أكبر منه بشكل كبير، يكون هناك تفاوت. ناهيك عن أنه اليوم المدرب بدأ في 8 لعيبة تقريبا أو 7 لاعبين ما بدأوا مباراة الشباب يعني، فهذا اللي كان الموضوع اللي ممكن يسبب لنا مشكلة. لكن الحمد لله أثبتوا لعيبة الهلال أنهم رجال وأنهم قد المسؤولية، فازوا بنتيجة ومستوى كبيرين الحمد لله. على المستوى الشخصي ايضا ليفل عالي من التهديف، مباراه تلو الاخرى اليوم تصل الى الهاتريك، مستوى جيد في الاهداف على عدد الجولات، تنافس حتى زميلك يعني ويسلي لوبز، هذا رقم جيد بالنسبه للاعب، يعني يعطيك رتم احلى، يعطيك دافعيه احلى، ولا كابتن؟ الحمد لله رب العالمين، يعني بعد يعني توفيق رب العالمين مجهودات زملائي اللي في الملعب وهي اللي يعني تخلينا نتوج يعني الكورة الاهداف يعني. ولكن في النهايه بالنسبه لي ارجع واقولها يعني انه ما يهمني قد ما اسجل انه قد ما يفوز الهلال، يعني الاهم بالنسبه لي الاول هو ان الفريق يفوز ويحقق الثلاث نقاط، وفي النهايه ان شاء الله يسجل الجول احمد عبده. سؤالي قبل الاخير كابتن، الجمهور في مباراه الشباب، مباراه اليوم صراحه ليس على مستوى اللي تعودناه حتى على جمهور الهلال، المباراه الجايه هي مهمه، عاده الرساله حينما توجه من قائد الفريق تكون مختلفه كابتن. والله شوف، احنا نعذر جماهير الهلال في بدايه الموسم والمباريات المقبله، لكن اعتقد انه الان جاء وقت الحسم في مباراة الإياب أمام ولسان، وأنا كل ثقة يعني إنه جمهور الهلال راح يكون متواجد، مو بس يقفل الاستاد الملك، راح يقفل حتى الملز والمباراة مين منقولة فيه. المباراة في الملز قصدك العكس؟ العكس، إنه بيقفل الملز وبيمتلي الاستاد في نفس الوقت يعني من كثافة الجماهير الهلالية، هذا اللي عودونا عليه، وبإذن الله نحن راح نفرح يوم الأربعاء جميعا إن شاء الله. آخر سؤال كابتن، سيناريو يتكرر قبل موسمين، الهلال في إيران يقدم مستوى جيد، المباراة التي أصبت فيها وكان في ضربة جزاء، مباراة الإياب اختلف الهلال لم يقدم شيئا لذلك خسر، من ترجع له الذاكرة من قبل الجماهير لهذه المباراة ويخشى تكرار السيناريو؟ أمر طبيعي، هو تكرر السيناريو إذا تكرر الله لا يقوله يعني، فهو أمر طبيعي، هذه كرة قدم في النهاية. احنا نستعد للمباراة ونقدم لها كل شيء ونحاول نجتهد، والتوفيق بيد رب العالمين، لكن بإذن الله بإذن واحد أحد إنه السنة هذه راح يختلف بإذن الله. يعطيك العافية كابتن، في واحد صغير بيصور معك. الله يعطيك العافية.